السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى دايما تكونوا بخير يا رب. النهارده ان شاء الله كده عامله معاكم الجبنه القريش، عاملاها جبنه كريمي وطعمها حلو جدا ومختلفه، والعيال كلهم هيحبوها. طعم مختلف تماما غير الجبنه القريش خالص. عاملينها ان شاء الله كده بطريقه حلوه تعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتدوسوا لايك. نسمي بسم الله كده. عندي نص كيلو من الجبنه القريش، جايباها يعني ملحها قليل، مش حقيقة قوي. وعندي كوبايه لبن، انا غاليه اللبن وبرد، وخدت القشطه بتاعته اهي، القشطه كده يبقى لبن كامل الدسم. كوبايه لبن، وعلى نص كيلو من الجبنه القريش، بس يكون الملح بتاعها خفيف. بس كده هنجيب الكبه نحط فيها ايه الجبنه القريش بتاعتنا كده. والطريقه دي حلوه جدا وبتغير من طعم الجبنه القريش تماما. العيال يعني في اطفال ما بتحبش الجبنه القريش خالص، بالطريقه دي هتعملها سندوتشات جميله جدا ومش هيعرفوها اصلا ان هي جبنه قريش. طعمها حلو جدا. بس كده حطينا نص كيلو كده في الكبه، وهنضيف عليه كده ايه نص كوبايه لبن في البدايه، وبعد كده هنشوف ايه محتاج معانا ولا لا، حسب برضو نوع الجبنه. في نوع جبنه بتبقى طريه جدا ما بتحتاجش لبن كتير، وفي جبنه بتبقى ناشفه شويه بتحتاج لبن شويه، حسب نوع الجبنه. كده حطينا نص كوبايه لبن الاول، وهنضرب الجبنه ونشوف النظام. احنا عايزينها جبنه كريمي، مش قطع يعني، عايزينها كريمي جدا، مش عايزينها جبنه خشنه شويه، لا عايزينها جبنه كريمي. هنشوف كده، نقلب ونشوف. بصوا لسه، بصوا خشنه ازاي. انا عايزاها كريمي، وبنحط كوبايه اللبن كلها. كوبايه اللبن دي ربع كيلو، يعني 250 جرام، يعني 250 جرام من اللبن و500 جرام من الجبنه. كده حطينا كوبايه الحليب كلها على نص كيلو الجبنه اللي هو 500 جرام. هنضربهم كويس جدا جدا، كل شويه نقلب كده، نضرب ونقلبهم كويس جدا لغايه ما تبقى كريمي خالص معانا. ولو ما عندكوش كبه بالخلاط برضو، عملتها قبل كده في الخلاط، بس بتحتاج تقليب كتير بقى، كل شويه تضربي وتقلبي تضربي وتقلبي في الخلاط. بصوا، بس احنا عايزينها ناعمه شويه كمان. هنديها كمان ضربه كمان تاني، عشان احنا عايزينها كريمي جامد، يعني كريمه قوي. وبتتفرد معاكم بكل سهوله في اي عيش. تخيلوا، في عيش فينو، في عيش بلدي، في اي عيش بتتفرد معاكم بسهوله جدا. انا هفردها النهارده معاكم في العيش البلدي، وتشوفوا كمان قوامها وشكلها عامل ازاي. نضرب فيها كويس جدا كده، نقعد نضرب فيها كويس عشان تبقى كريمي جدا. اللي يشوفها ما تعرفيهاش ان دي جبنه قريش. بصوا بقت عامله ازاي، عامله زي كريم شانتيه كده. بصي، وهي ماسكه نفسها وفي نفس الوقت ناعمه جدا. نجيب علبه تلاجة كده ونحطها في قلبيها. بصوا، جبت علبه تلاجة اهي ناشفه جدا، ما فيهاش ميه ولا اي حاجه، ناشفه خالص. ونبتدي بقى نفضي فيها ايه الجبنه. بس كده هنفضيها في العلبه كده، ودي تحط في التلاجة بتقعد اسبوع معاكي. بس هنفضيها كده. بصوا، جبنه كريمي جدا، اللي يشوفها بجد وطعمها حلو جدا. اللبن طبعا عشان كامل الدسم معاها، طعمها تحفه. نجيب اللبن اللي هو عند مش اللبن المجفف ده، لا نجيب اللبن التاني اللي هو عند بتوع اللبن ده السايب. بصوا عامله ازاي، كريمي جدا جدا وطعمها حلو جدا.
ادي كل الكميه اهي. بصي كريمي جدا، حلو قوي وطعمها احلى ومغذيه في نفس الوقت. يعني دي جبنه قريش وحاطين لها حليب وكريمي، وفي نفس الوقت مغذيه جدا. طبعا الجبنه القريش معروفه ان هي مغذيه جدا، والاطفال ما بيحبوهاش خالص. بالطريقه دي هياكلوها يعني بمنتهى السهوله، ومش هيعرفوها ان هي جبنه قريش اصلا. بصوا بتتفرد معايا بكل سهوله ازاي في العيش البلدي اهي. بتتفرد بكل سهوله معايا ان هي كريمي جدا جدا، وطعمها حلو جدا ومغذيه جدا للاطفال والكبار وكله. طعمها حلو قوي. لو عايزين تحطوا عليها برضو رشه كمون كده او حبه زيت برضو شغاله حلوه جدا، حسب ما تحبوا. عايزينها ساده كده او تحطوا عليها زيت وكمون. ممكن تحطوا عليها زيت زيتون ورشه خفيفه كده من الكمون، طعمها بتبقى حلو جدا برضو. ان شاء الله رب الطريقه تعجبكم وتجربوها. طريقه سهله وبسيطه جدا وبتغير طعمها جدا جدا، طعمها الاحلى يعني. بتغير طعم الجبنه القريش، طعم حاجه حلوه خالص، طعمها جميل جدا. ان شاء الله يا رب تجربوها واطفالكم ان شاء الله يحبوها. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتدوسوا لايك. وان شاء الله باذن الله هشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.